السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصة اليوم تحكي عن شاب كان يسير وحده في شارع خال، وقد تجاوز الوقت منتصف الليل. لم يكن في جيبه مال، وهاتفه مغلق، وإيجار منزله متأخر منذ 3 أشهر. وقف أمام باب البناية، لكنه لم يستطع الصعود، لأنه يعلم أن صاحب المنزل ينتظره في الأعلى. جلس على الرصيف وأخفى وجهه بين يديه، ثم قال في نفسه: يا رب، لقد تعبت. لم يكن هذا الشاب كسولا، بل جرب أعمالا كثيرة وعمل نهارا وليلا، ودخل في مشاريع صغيرة، لكن كل مرة كان يسقط ويعود إلى نقطة الصفر، حتى ظن أن الدنيا قد أغلقت أبوابها في وجهه. وبينما هو جالس، خرج رجل مسن من مسجد قريب، فرآه مهموما فاقترب منه وقال: ما بك يا بني؟ رفع الشاب رأسه وحكى له كل ما في صدره من هموم وتعب. أنصت الرجل قليلا ثم قال له كلمة واحدة: أكثر من الاستغفار، وسترى ما يصنع الله. استغرب الشاب في داخله وقال: أنا أحتاج إلى عمل ومال، وهو يحدثني عن الاستغفار. لكنه قرر أن يجرب، فما بقي لديه ما يخسره. في صباح اليوم التالي بدأ يردد: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة، ثم جعلها كل يوم أكثر. كان يستغفر في طريقه وفي عمله وقبل نومه، وفي كل وقت يتذكر فيه الله. مرت الأيام ولم يظهر شيء، وبعد أسبوع جاءه اتصال من رقم لا يعرفه. تردد قليلا ثم أجاب. كان المتصل رجلا عمل معه سابقا، وقال له: تذكرتك لأنك كنت أمينا ومجتهدا، لدينا وظيفة جديدة، إن أردت فابدأ غدا. ذهب الشاب عمل بإخلاص، فلاحظ المدير اجتهاده، وبعد شهرين رقاه إلى منصب أفضل. ثم دخل بعد مدة في مشروع صغير مع أحد معارفه، فبارك الله فيه ونجح نجاحا كبيرا. وخلال أقل من عام سدد ديونه كلها، وانتقل إلى منزل أفضل، وتبدلت حياته تماما. لكن الأمر الأعظم لم يكن المال، بل الطمأنينة التي عادت إلى قلبه، والسكينة التي شعر بها، والأمل الذي عاد إليه بعد أن مات. وحين سأله الناس ما سر هذا التغيير، ابتسم وقال: لم يغير الاستغفار مالي أولا، بل غيرني أنا، فلما صلحت نفسي أصلح الله حالي.